عدد الموظفين كله على بعضه ما يكملش 20 30 موظف. يا جماعه احنا لازم نركز على الاكوزيشن ونركز على الريتنشن في نفس ذات الوقت. الجمله حلوه، الجمله منطقيه جدا، واي بزنس في الدنيا المفروض يمسك الفانل بتاعته من فوق ومن تحت. دخل يوزرز، دخل لي كتير، واليوزرز اللي بيخرجوا لا اقفل لي عليهم محدش يخرج. بس فين فكره انا معايا قد ايه ريسورسز؟ يعني الناس اللي معايا دي تقدر تشتغل في نفس ذات الوقت على اكوزيشن وريتنشن، ولا احاول اوجه 90% من مجهود على ريتنشن واقول اللي اقدر اعمل له اكواير اوكي، او اوجه 90% على اكوزيشن واقول انا متسامح مع اللي يفلت مني، او عايز اشتغل على الاثنين دبل التيم. طب ازاي هبقى بحضر فكري ودماغي وتفكيري لاكوزيشن وريتنشن في تو سكوادز فيهم نفس البني ادمين؟ طب احنا مقسمينهم عددك قليل، كبره عشان تكفر الهدفين، او تقول خلاص انا مش ناوي اكبر فهركز مجهودي في خط واحد. فالفكره لازم تقدر كويس قوي انت معاك ريسورسز قد ايه عشان تشوف انت تقدر تعمل ايه اصلا قبل ما تحط بلان. بس